في خبر انهم قبضوا على الدكتور محمد بديع في مرسى مطروح. هو كان في حد انا سمعته في التلفزيون امبارح بيقول انه شافه في مرسى مطروح بزي عربي، يعني لابس جلابيه وعقال وبتاع، وشافه في هو عنده قريه اظن مش عارف اسمها ايه كده، عنده مش عنده قريه، عنده بيت اندلسيه القريه بتاعته او بتاعت حد من الاخوان او اي حاجه، وهو بيقعد في بيت بيقعد فيه. حتى لما راح دكتور مرسي يزور مرسى مطروح راح قعد في البيت ده استريح فيه شويه. فده بيت محمد بديع، دكتور محمد بديع. في خبر انهم قبضوا عليه على عهده اليوم السابع. وهنفضل طول ما احنا ماشيين مع بعض نشوف اخبار ونشوف حاجات. تعالوا نقول لكم الاخبار بسرعه. قلت لكم انا عصام الحداد في كلماته الاخيره: ما يحدث انقلاب عسكري وإذا يكون هناك سفك دماء. اللعبه اللي بيلعبوها دي لعبه حقيره جدا ومنحطه جدا، هي لعبه تشويه صوره الثوار، انهم وصلوا لبره للغرب